السلام عليكم. في ظاهرة غريبة أنا شايفاها وبتتكرر، إن كل بنت أو كل ست أو كل واحدة تتجوز جديد، يعني بتاع شهر شهرين تلاتة، أبص ألاقي بقى إن منصات السوشيال ميديا، سواء بقى الفيسبوك أو أي نوع منهم، تحولت لمنصة للغرام، وزي ما تقولوا كده الحب ولع في الدار. يا جماعة الخير ده غلط، انت اتجوزتي ربنا يسعدك، بتحبي جوزك ربنا يزيدك حب ومحبة، بس مش كل شوية بقى تثيري الفتن بنشرك للغراميات وكلام الحب. انت بتثيري الفتن. اول حاجة بتخلي الشباب اللي لسه ما اتجوزش يزعل على نفسه. تاني حاجة في ناس عايشة مش سعيدة في حياتها، فانت بتلفتي الانتباه ليكي وبالتالي الناس بتحسدك وبتثيري الفتن. ممكن يكون في نفوس ضعيفة بتصور اللي حضرتك بتكتبيه أو بتاخدوا سكرينة وتبعتوا لأزواجهم أو زوجاتهم: شوف فلان عامل، شوف فلان مسوي. طبعا أنا ضد ده، بس أنا عايزة أقول لحضرتك على حاجة: أنتي مبسوطة، أنتي سعيدة، أنتي لسه متجوزة جديد، ربنا يسعدك ويهنيكي. بس يعني هو مش الحب ولع في الذرة، انتوا لكوا بيت. حبي يا حبيبتي جوزك، حبي خطيبك زي ما انت عايزة، بس بينك وبين نفسك بلاش نشر الحب والغراميات على السوشيال ميديا، لأن ده بيثير الفتن زي ما قلت لحضرتك قبل كده. كمان يعني الحب بقى دوت اللي بيبقى مولع في الدنيا على السوشيال ميديا والغراميات، وانت حبيبي وانت سندي وانا الكتف اللي هيشيلك وانت الحيطة اللي هتشيلني. طيب انا عندي بقى سؤال: بعد كل ده ليه بعد سنة و6 اشهر بنلاقي حضراتكم في محكمة الأسرة لما انتوا حبيبة قوي كده وبتموتوا في بعض قوي كده؟ ليه يعني بعد سنة و6 اشهر بنلاقيكم في محكمة الأسرة؟ فأنا رجائي لكل ست متجوزة أو كل بنت مخطوبة: يا ريت حضرتك تلمي نفسك شوية، علشان في ناس ما اتجوزتش، وعلشان في ناس نفوسها مريضة، وعلشان برضو يا حبيبتي بعد ما تروحي محكمة الأسرة يقولوا هيقولوا ايه بقى؟ مش هي دي اللي كانت بتقول وبتعيد وبتسوي؟ استني يا حبيبتي اما الشوق بس وحلاوة الحب في الأول والعسل بس اللي انت عايشة فيه يهدى شوية، وبعد كده اكتبي للناس اللي انت عايزاه. يا جماعة ما نستعجلش في نشر نتائج التجارب السريعة. لسه انت لسه في بداية الجواز، لسه يا حبيبتي لسه في مرحلة العسل، لسه ما دخلتيش في المطحنة. الجواز مش كلام حلو على السوشيال ميديا وبس. نتقابل بعد عيلين تلاتة أو نتقابل في محكمة الأسرة، أبوس إيدك ارحمينا، علشان في ناس بتتأثر. بتحبي جوزك، بتحبي خطيبك، حبيه براحتك يا حبيبتي، بس في البيت على الخاص، مش قدام الناس كلها، علشان ما تتعبيش الناس وتعملي مشاكل لناس ملهاش أي ذنب، إن حضرتك بتتمنظري بشوية كلام حب حافظاهم أو جايباهم من أي داهية. أنا معرفش. اللي بيحب وبيخاف على حبيبه بيداري حبه. الحب بين اتنين، مش بين اتنين وشعب مصر.